أحباء الرياضة أو في قناتي، أنا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث رياضة، في متابعة حلمية ومستمرة من الأحداث الرياضية وطنيا دوليا وحتى قاريا. حلقة اليوم كتجي مع خسارة نادي الوداد الرياضي ومع اقترابه من مغادرة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات في سابقة. بالنسبة للوداد الرياضي في 10 سنوات الأخيرة الوداد الرياضي كان كيحسم التأهل من 4 جولات الأولى. الوداد الرياضي في السابقة نعم، ولكن السابقة اللي سبقتها وأن الوداد الرياضي كيطير من دور المجموعات من الجولة الرابعة. نعم الحظوظ ما زالت ولكن ضئيلة مع هاد اللاعبين ديال نادي الوداد الرياضي. خسروا المقابلة اليوم أما سيلفا 2-0. إذا مع مقابلة الوداد غادي ننطلقوا بحلقة اليوم، أيضا مقابلة منتظرة بالنسبة لنهضة بركان مع ديابل نوار يوم الغد مع الجوج في كأس الكونفدرالية بركان من بعد 3 انتصارات في الجولات الأولى من المقابلات. اليوم غد بالنسبة لنهضة بركان من أجل المقابلة فقط، وكانت حسابات اخرى وكان قانون اخر تعبر. كان غيفضل انه يخسر المقابله حتى بلا ما يتنقل الى الكونغو من اجل خوض مقابله الجوله الرابعه من كاس الكونفدراليه. اذا حلقه اليوم كما قلت لكم غنطلقوا مع دوري ابطال افريقيا ومع خساره نادي الوداد الرياضي امام سيمبا التنزاني 2-0. الوداد استحوذ، كان هو القريب من تسجيل فرصه اولى فرصه ثانيه وفرصه ثالثه وفرصه رابعه قبل ما يجي فريق سيمبا التنزاني وينهي المقابله في الدقيقه 36 وفي الدقيقه 38 2-0. سيمبا 2 الوداد 0. هل هي هزيمه مؤلمه بالنسبه للوداد؟ واش كتب لانها هزيمه مؤلمه خاصه مع الجماهير الوداديه؟ واش هي هزيمه مؤلمه بالنسبه لكم؟ غنبقاو مع المقابله ومع البنزرتي والمقابله الاولى له والخساره الاولى له والتجربه الرابعه له مع نادي الوداد الرياضي. بنزرتي مسؤول عن خساره الوداد اليوم، هذا ما سوف نناقشه كموضوع ثاني قبل ما نمشيو للموضوع الثالث والشباكات الاهداف اللي تلقاتها شباكات نادي الوداد الرياضي في مقابله اليوم. دقيقه 36 ودقيقه 38 المطيع مخطئ، فمن المخطئ اكثر؟ ما غنتحدثوش على المطيع. نعم المطيع يقدر يكون مخطئ في الهدف الاول والثاني، ولكن غنتحدثوا على المخطئين بالكامل في ذلك في الهدفين اللي تلقاتهم شبكه نادي الوداد الرياضي في مقابله اليوم. غنبقاو مع من الوداد ومع المهاجم الى الوداد ما سجلش الى الوداد الرياضي كان قريب انه يتقدم، لكن الوداد الرياضي قريب انه يرجع في النتيجه بهدف تعادل اول او حتى بانه يرجع في النتيجه بانه يسجل هدف من بعد ما تلقات شبكه ديالو هدفين في الشوط المقابل الاول. فالسبب الاول هو سامبو جونيور. سامبو جونيور مازال عند حسن التنبؤ ديالو، عند حسن داكشي اللي كيعرف يدير، وهو تضييع الفرص بالنسبه لنادي الوداد الرياضي. التساؤل غنطرحوه على سامبو جونيور بخصوص هذه المقابله بخصوص الموسم الماضي وايضا استكمال هذا الموسم مع نادي الوداد. اذا التساؤل غادي نطرحوه بالنسبه لسامبو، انهاء عقد سامبو جونيور في الميركاتو الشتوي سوف يريح الجماهير الوداديه؟ هذا ما سوف نناقشه على سامبو جونيور السنغالي. غنمشيو من سامبو غنمشيو لحيمود. حيمود ظهر فلوب. واش حيمود من أسوأ اللاعبين أو أسوأ لاعب في مقابلة اليوم؟ نعم سامبو ضيع ولكن وصل. حيمود ما دار حتى شي حاجة. تساؤل غنطرحوه عليه، واش هو أسوأ لاعب في مقابلة اليوم؟ الوداد للربع تبخرت الأحلام من بعد فوز لاسيك ميموزا والذهاب ديال دور ربع نهائي. لاسيك ميموزا خاصو نقطة باش أنه يمشي لدور ربع النهائي متصدر. إذا التساؤل غنطرحوه على الوداد الرياضي، ونعم الآمال ما زالت قائمة، ولكن مع هاد اللاعبين هادو حتى إلا تأهلوا ما غادي يديروا والو. التساؤل غنطرحوه، هل لا زلتم تتمنوا الوداد الرياضي في الربع النهائي؟ واش مازال كتمنوا انكم حتى الا كانت الحظوظ، حتى الا كانت النتائج، حتى الا كان فوز لاسيك على سيمبا التنزاني، واش مازال كتمنوا تشوفوا الوداد الرياضي مع هاد اللاعبين هادو في دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا؟ غنبقاو مع دوري ابطال افريقيا ومع نتائج اليوم. مجموعه ديال بيترو والترجي والنجم الساحلي والهلال. بيترو تعادل مع الترجي، وحتى مقابله الهلال السوداني والنجم الساحلي سجل بتعادل 1-1. في باقي المجموعات سان داونز كيربحوا خارج الميدان بيراميدز المصري، ومازيمبي كيربحوا نواطيب الموريتاني في الكونغو الديمقراطية. وفي مجموعة أخرى المقابلة ديال الأهلي الشباب الوزداد المقابلة ديال المجموعة الأولى اللي فيها الأهلي وشباب الوزداد وميدياما غانم يانغ أفريكانز. مقابلة يوم الغد غتجمع ما بين يانغ أفريكانز وميدياما
الغاني فيما المقابلة القمة ديال هذه المجموعة ما بين شباب بلوزداد والأهلي المصري، مقابلة أجلات من أجل منح الأهلي المصري الوقت باش أنه يتساعد المونديال وكأس العالم للأندية. إذا تأجيل مقابلة شباب بلوزداد والأهلي المصري من أجل كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية من سوف نتحدث عليه كموضوع ثامن في حلقة الليلة مع مانشستر سيتي اللي كيحجز البطاقة الثانية. نهائي كأس العالم للأندية نهائي غيكون يوم الجمعة ما بين فلومينيز البرازيل ممثل أمريكا الجنوبية وما بين ممثل أوروبا مانشستر سيتي. ننتصروا في نصف النهائي على أوراوا ريدموندز ب3-0. قبل ما نتحدثوا على مانشستر سيتي وقبل ما نتحدثوا على باقي النتائج ديال دوري أبطال أفريقيا غنتحدثوا على مقابلة منتظرة بالنسبة لنهضة بركان أمام دياب النوار. دياب النوار غادي يستقبلوا نهضة بركان. دياب النوار اللي خسروا 3 المقابلات الأولى بالكامل. دياب النوار اللي أقالوا المدرب ديالهم قبل 3 أيام أو 4 أيام من مقابلة نهضة بركان. نهضة بركان اللي حاجز بطاقة مسبقة إلى دور ربع نهائي بواحد النسبة اللي هي كبيرة. غادي يلاقيو فريق دياب اللي خسر داخل وخارج الميدان في الكونفدرالية في مجموعات هذا الموسم. التساؤل غنطرحوه بالنسبة لنهضة بركان ومقابلة يوم الغد. نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار يوم غد. نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار في مقابلة يوم غد. هذا ما سوف نناقشه كموضوع تاسع قبل ما نمشي وننهي معكم حلقة الليلة مع آخر المجددات الرياضية ومع المقابلة اللي سالت قبل قليل. أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يضيع 3 نقاط من بعد ما كانوا متقدمين ب3-1. ختافي كيرجعوا في الدقائق الأخيرة وكيعادلوا النتيجة وكيساليوها ب3-3. إذا الدوري الإسباني شاعل خيرنا في الصدارة. ريال مدريد في الوصافة والبارسا والاتليتيكو مكملين البوديوم ديال الدوري. ولا ليغا الاسبانيه من لا ليغا غنرجعوا لافريقيا وغنمشيو لتنزانيا باش نتحدثوا على خساره الوداد الرياضي مع سيمبا ب2-0. الوداد كان حسن من سيمبا التنزاني في البناء ديال الهجمات، كان حسن منهم في الوصول الى المرمى. الى رجعنا للاحصائيات ديال ما بعد المقابله فالوداد الرياضي من سدد اكثر، الوداد الرياضي من اثر تسديداته اكثر على فريق سيمبا التنزاني. ولكن سيمبا مع بن شيخه مع لاعبين الخبره ديالو عرفوا كيفاش انهم يمتصوا الحماس ديال اول مقابله بالنسبه للبنزرتي، اول مقابله بالنسبه للاعبين مع فوزي البنزرتي. خطفوا هدفين شوط المقابله الثاني، شوط المقابله الاول دقيقه 36 دقيقه 38 ونهاوا المقابله بالكامل. اذا هل هي هزيمه مؤلمه بالنسبه للوداد؟ إذا اللي كيشوف بأنه هزيمة نعم مؤلمة. المؤلم فيها هو أن الوداد الرياضي نعم الهزيمة قاسية، نعم الأداء ديال بعض اللاعبين والفرص اللي ضاعوا خايبين. ولكن بعض من الجماهير الودادية كيشوف بأنها هزيمة اللي كانت مؤلمة بالنسبة للوداد الرياضي. من أحسن المقابلات ديال نادي الوداد الرياضي هذا الموسم خارج الميدان في دوري أبطال أفريقيا. إلا بغينا نتحدثوا على حافية كوناكري في الدور التمهيدي الثاني أو حتى التنقل اللي كان أمام لاسيكا بيجون في الجولة الثانية من مجموعة دوري أبطال أفريقيا، فهذه المقابلة التنقل الثالث للوداد في أفريقيا هذه السنة من غير مقابلات الدوري الأفريقي اللي كانوا أيضا بالسوء مع إنيمبا حتى مع الترجي ومع سانتونس. فمقابلة ديال الوداد خارج الميدان هذا الموسم مع فوز البنزرتي. وداد نقدر نقول بأنه كان أحسن من سيمبا التنزاني. وداد نقدر نقول بأنه لو كان البنزرتي واصل الوداد قبل من المدة اللي كان عليها دابا، يعني كون كان واصل قبل من 15 يوم، كون كانت عنده مقابلتين أو 3 مقابلات مع هاد اللاعبين هادو، فكنا غنشوفوا وداد أخرى، كنا غنشوفوا واحد التجسيد ديال الفرص اللي ضاعوا في مقابلة يوم اليوم أمام فريق سيمبا التنزاني. إذا الهزيمة المؤلم فيها هو أننا شفنا وداد كبيرة في شوط المقابلة الأول. لكن بالنسبة لي أنا نعم هناك من يتابع المقابلة فقط وكيشوف الفرص وكيشوف بأن الوداد الرياضي كان كيستحق أنه يتقدم، كان كيستحق أنه يسجل هدفين من 3 أهداف، لأن صامبو والعملود والحتيمي ضاعوا فرصا كانت سهلة اللي بعدها لقرت اللي كيتعتبر نجم المقابلة اليوم بعد أكثر من 6 الكوار اللي كانوا داخلين الشباك ديال نادي سيمبا التنزاني. ولكن بالنسبة لي أنا وأنا كنشوف المقابلة وكيفاش شفت الوداد الرياضي يتقدم في اللعب وكيفاش أنه هو المبادر، هو اللي واصل أكثر، هو اللي واصل سبق من نادي سيمبا التنزاني في مقابلة اليوم. فنعم الوداد الرياضي واصل، ولكن مع مرور 10 دقائق الأولى
ماشي ثقة وماشي غرور مني، ولكن بالنسبة لي أنايا مع ال10 دقايق الأولى شفت الوداد الرياضي واصل، وشفت الكرات اللي ضاعوا في ال10 أو الربع ساعة الأولى، فعرفت بلي الوداد الرياضي غادي يخسر المقابلة رغم هذا الوصول المتكرر ورغم هذه الفرص هذه اللي تقدر أن إحداها من بعد أنها تترجم إلى أهداف. ولكن بالنسبة لي أنايا فكنت كنشوف مقابلة ديال اليوم بلي أنها في ال10 دقائق الأولى نعم الوداد الرياضي كان خطير، ولكن كتحس بشي حاجة غابت على الوداد الرياضي. نعم كانت الرغبة ديال اللاعبين، نعم شفنا فيزيكمون بدنيا لاعبين ديال الوداد الرياضي واقفين على نادي سيمبا التنزاني، ما شفناش داك الأثر ديال الرطوبة ديال الحرارة مأثر على اللاعبين ديال نادي الوداد الرياضي، ولكن شي حاجة كانت ناقصة عند اللاعبين ديال نادي الوداد الرياضي، وهذا ما جعل الهزيمة مؤلمة في مقابلة اليوم، مؤلمة أيضا، مؤلم أداء ديال بعض اللاعبين اللي غنتحدثوا عليهم، لا سامبو لا المطيع ولا حتى عبد الله حمود وباقي اللاعبين اللي كانوا سيئين في مقابلة اليوم. ولكن اللي كيشوف بأن هزيمة مؤلمة، هزيمة اللي غتبعد الوداد الرياضي على ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بواحد النسبة ديال 85% قبل من المقابلتين الأخيرتين في المجموعات ديال دوري أبطال أفريقيا اللي غيتجراو أواخر شهر جوج وبداية شهر مارس القادم من بعد كأس أفريقيا القادمة. إذا هزيمة مؤلمة، هزيمة اللي غتبعد الوداد على دور ربع نهائي في سابقة وفي حدث بالنسبة للقارة الأفريقية، هزيمة مؤلمة اللي غادي تبعد اللاعبين، بعض من اللاعبين عن الوداد الرياضي ابتداء من الميركاتو الشتوي القادم. هزيمة اللي غتخلي بنزرتي نعم قدم ماتش كبير، ولكن ما عرفناش كيفاش غادي يكون النادي الأحمر في المقابلات القادمة صراحةً، بالنظر ل90 دقيقة، بالنظر للفرص اللي ضاعوا، بالنظر كيفاش كانوا اللاعبين اليوم، كيفاش كانت الوداد اليوم. فالوداد اليوم من أحسن المقابلات ديالو هذا الموسم. ما عهدناش على الوداد الرياضي خارج المغرب خاصة في المسابقات القارية بهذا الوصول المتكرر، بهذا الوصول اللي كان كتير على مرمى سيمبا التنزاني. هزيمة مؤلمة خاصة بالنسبة اللي كان عنده شك في البنزرتي، ولكن شفنا وداد أخرى نعم ما انتصرتش، ولكن شفنا وداد اللي ما كانتش كتستحق الوداد الهزيمة صراحة. اليوم سيمبا التنزاني ما وصلش للمرمى ديال المطيع من غير تسديدة ديال الدقيقة 20 اللي جبدها وقفها المطيع، والهدفين اللي دخلوا للشباك ديال نادي الوداد الرياضي اللي جاو في واحد 3 دقائق اللي غاب فيهم التركيز من أخطاء دفاعية وأيضا من عدم تصرف صحيح من المطيع في البوطو ديال نادي الوداد الرياضي. فمن غير هذا سيبا ما قدمش شي حاجة كبيرة باش أنه ينتصر، حتى الوداد الرياضي ما قدمش شي حاجة كبيرة في المقابلة ديال الجولة الثالثة أمام سيمبا وانتصر في الدقائق الأخيرة. إذا سيمبا نقدر نقول بأنه عرف كيفاش أنه يربح المقابلة. الوداد الرياضي الرغبة كانت، ولكن التجربة ديال السنوات السابقة، التجربة ديال كيفاش أن الوداد كان كينتصر حتى إلا ما كانش في المقابلات غابت على لاعبين ديال نادي الوداد الرياضي في مقابلة اليوم. إذا الوداد الرياضي قدم ماتش كبير، ولكن باش انك تكون كبير ما كافيش باش انك تكون كبير، ما كافيش باش انك تنتصر في مثل هذه المقابلات اللي كتطلب واحد الرزانة. ما بالنسبة لي انايا نعم كمتتبع تونسي او مصري او جزائري او اوروبي غنشوف هذه المقابله غيعجبني نادي الوداد الرياضي، ولكن كمغربي عارف كيفاش كدور المقابلات في القاره الافريقيه فما عجبنيش الحال. وانا كنشوف الوداد الرياضي ضاغط، لانه اذا مشيتي وضغطتي وما سجلتيش من الفرصه الاولى والثانيه فما غادي تسجل في مثل هذه المقابلات القاريه، لان الفرصه الاولى والثانيه الا مشاو غتمشي عليك المقابله. وهذا الشيء اللي خلى الجماهير الوداديه مألمه على هذه الهزيمه من بعد ما شافت بان الفريق قدم واحد الماتش وما كانش كيستحق صراحه هذه الخساره. نعم الخساره مؤلمه غتبعدهم على الدوري ربع النهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن الوداد قدم ماتش كبير وهذا ما جعل الجماهير الوداديه مألمه من بعد نهايه هذه المقابله. وهناك الطرف الثاني
مكشوش بأنها هزيمة مؤلمة. فبحسابات التأهل وبكل الحسابات اللي محيطة بالوداد الرياضي بهذه المقابلة، فإلا رجعتوا للحلقة ديال اليوم الأمس وكيفاش تحدثنا على اللاعبين وكيفاش قلنا في التساؤل ديال المقابلة، قلنا واش التساؤل ديال المقابلة هو أن واش الوداد قادر أو صراحة نسينا على التساؤل اللي حطيناه يوم الأمس، ولكن ما كناش تايقين في هاد اللاعبين، لأن مثل هو هاد اللاعبين نفسهم هما اللي انتصروا بصعوبة في 3 مقابلات أخيرة، هما اللي ضاع عليهم لقب الدوري الأفريقي، هما اللي خسروا نقاط في البطولة الاحترافية. فماشي ما بين مدرب ومدرب غنشوف واحد الطفرة وغنشوف واحد الأداء اللي يقدر يمشي بنادي الوداد الرياضي باش أنهم يقدموا ماتش كبير في مقابلة اليوم. صراحة هزيمة غير مؤلمة بالنسبة للوداد الرياضي، فالوداد الرياضي والجماهير ديالو خاصة تألموا بزاف في الأشهر أو السنة أو السنة ونصف الأخيرة أو السنتين الأخيرتين. فمثل هذه الهزائم الإبعاد أو الإقصاء من دور ربع النهائي مبقاش كيعنيهم، مبقاش كيألمهم، لأن ضياع لقب الدوري الأفريقي وقبله لقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي البطولة الاحترافية وأيضا كأس العرش، خلاهم أنهم تجيهم مثل هذه الهزائم هذه عادي، ومبقاتش أنهم كيما كنقولوا القلب بلي أنه صافي تسورج والقلب ولا تحجر كيما كنقولوا، مبقاوش كيحسوا بأي حاجة وبأي شيء. خسارات أو هزائم أو إقصاءات، فأيا كان الحال فما غاديش يتألموا على خسارة نادي الوداد الرياضي، لأنهم تألموا من قبل ولا كيجيهم عادي خسائر وإقصاءات. النادي ديالهم اللي شفنا تنقل ديال الجماهير الودادية محترم إلى تنزانيا، قاطعين مسافات وكيلومترات من الأموال ديالهم الخاصة، نفسيا كانوا مضطرين، وكذلك رغم ذلك رافقوا الوداد الرياضي إلى تنزانيا. نتائج مخيبة، أداء مخيب، وكل هذا كنشوفوهم متنقلين إلى دولة تنزانيا. المؤلم أكثر هو أننا نشوفوا دوك الجماهير اللي كانوا في تنزانيا راجعين بواحد الخيبة في القلوب ديالهم مع هذه الخسارة ديال نادي الوداد الرياضي. أما اللاعبين لا ألم على الجماهير الودادية بالنسبة لهاد اللاعبين، أنهم ما عندهم عادي أنهم يضيعوا فرص، عندهم عادي أنهم يخسروا مقابلات. فما يمكنش أن الجماهير الودادية تألم على لاعبين هما ما حاسينش بريوسهم، هما ما حاسينش بالقيمة ديال القميص اللي كيلبسوا. فهناك بعض اللاعبين مع احترامي للشخص ديالهم فما كيستحقوش أنهم يحملوا قميص نادي الوداد الرياضي، قميص الوداد كباقي الفرق المغربية الممثلين قاريا، كيمثلوا الدرابو المغربي، فما يستحقوش انهم يحملوا قميص نادي الوداد الرياضي ذاك اللي مثلوه في مقابله اليوم وفي باقي هذا الموسم اللي فات مع ضياع لقب الدوري الافريقي. اذا هزيمه غير مؤلمه، فما يمكنش ان الجماهير الوداديه تبقى تدخل في قلبها وتبقى تهز في قلبها على لاعبين هما اللي كيمثلوا نادي الوداد الرياضي. نعم متألمين على الوداد، ولكن ما متألمينش على اداء لاعبين ديال نادي الوداد الرياضي، لانهم ما كيستحقوش ألم الجماهير الودادية رغم خسارة اليوم أمام السيمبا. تقرب لأن خسارة كتبعد بنسبة 85% الوداد الرياضي عن حساب تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. إذا سوف نستمر مع الوداد في موضوع ثاني ومع البنزرتي في تجربة رابعة له، وفي المقابلة الأولى ليه في التجربة الرابعة مع نادي الوداد كيخسرها ب2-0 مع السيمبا التنزاني مع عبد الحق بن شيخة. إذا بنزرتي من بعد نهاية المقابلة صراحة قائلا قال بأنه المقابلة الوداد الرياضي ما كانش كيستحق الخسارة. الوداد الرياضي وصل المرمى ديال السيمبا التنزاني، الحظ ما وقفش معنا وغادي نمشيو نلعبوا الحظوظ ديالنا الكاملة في باقي المقابلتين اللي غيتجراو بالنسبة لنادي الوداد الرياضي في المقابلة الجولة الخامسة مع جواني جالاكسي في بوتسوانا يوم 22 فبراير، والمقابلة الجولة الأخيرة الجولة السادسة مع لاسيك ميموزا في مراكش أحد أيام 1 2 أو 3 من شهر مارس القادم. إذا من بعد نهاية المقابلة فوزي البنجرتي قال: بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن أهدرنا فرصا واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نكون أفضل ونعود في النتيجة، لكن الفريق الخصم خلق لنا المتاعب. زاد مؤكد فوزي البنجرتي قال:
قال: ارتكبنا أخطاء على مستوى الدفاع، كانت لدينا الفرصة للتسجيل، ولو فعلنا ذلك لكانت مقابلة أخرى. أهنئ سيمبا وأتمنى أن يتدارك الوداد الأمر سريعا. أيضا مدرب جزائري، مدرب سيمبا التنزاني، من بعد هذه المقابلة قال: الوداد يلعب خارج ميدانه أفضل من الدار البيضاء، لكننا كنا في يومنا لذلك فزنا. أيضا قال: قدمنا مباراة جيدة وسجلنا هدفين في الشوط الثاني، كنا ننتظر أن يضغط علينا الوداد لكننا نجحنا في الحفاظ على النتيجة وحققنا الانتصار. إذا هذه تصريحات ديال المدرب الوداد وأيضا مدرب سيمبا التنزاني من بعد نهاية المقابلة. إذا تصريح تساؤل غنطرحه حول فوز البنزرتي والمقابلة الأولى اللي كانت مع خسارة. تساؤل غنطرحه: واش البنزرتي مسؤول على خسارة اليوم؟ إذا اللي ما كيشوفش بأن بنزرتي مسؤول فكيقول بأن اللاعبين هم المسؤولين. قلنا يوم أمس بلي أنه واش كتنتظروا الإضافة ديال فوز البنزرتي ابتداء من مقابلة يوم الغد، فاللي كان كيتسنى المقابلة بالخبرة ديال البنزرتي كان كينتظر الإضافة، ولكن اللي كان كيتابع المقابله كان كيشوف لانه حتى الا ما كانش ديك الاضافه من البنزرتي في مقابله يوم الغد مبانش ديك الاضافه، فما يمكنش ان نحملوا مدرب اللي جا قبل من 5 ايام من مقابله هامه امام سيمبا التنزاني بالضغط ديالها الكبير خارج الميدان مع الحراره والرطوبه. اذا رغم ذلك فشفنا اضافه ديال البنزرتي، نعم ممكن ان اللاعبين اللي كانت عندهم الرغبه اكثر، ولكن شفنا الاضافه ديال البنزرتي في مقابله اليوم. الاضافه بانت، فما يمكنش ان نلوموا البنزرتي على الفرص اللي ضاعوا. هادشي اللي خلانا نشوفوا باننا ما غاديينش نقولوا بان ما غاديينش نحملوا المسؤوليه والخساره البنزرتي في مقابله اليوم. فالوداد الرياضي في مقابلات اخيره ما كانش كيوصل للبوطه بزاف، اليوم مع البنزرتي وصل المرمى. اذا ظهرات ديك الاضافه ديال البنزرتي بالنسبه للاعبين، فكان التجديد من غاب عن نادي الوداد الرياضي. وايضا كانت الاخطاء الدفاعيه القاتله اللي خلت الوداد الرياضي ياخذ جوج بيوتها من سيمبا التنزاني في الدقيقه 36 والدقيقه 38. غادي نحمل المسؤوليه الكامله بالنسبه للاعبين في خساره اليوم. قلناها في البداية، قلناها قبل دقائق بأنهم ما كيستحقوش حمل ذلك القميص، وغنزيدو نكرروا ما كيستحقوش أنهم يحملوا ذاك القميص. الجماهير الودادية عيات من هذا الأداء ديال بعض اللاعبين. نعم ما بي صراحة المثال هذا ديما مخلق عليا صراحة، كما نقولوا ما عندهم ما يديروا الجماهير الودادية إلا أنهم يصبروا. نعم عايروهم في مراكش تصرف خيب من الجماهير الودادية، ولكن الجماهير الودادية غتبقى خلف الفريق ديالها. يوم السبت في البطولة غتلقاهم وراهم، يوم الثلاث في البطولة غتلقاهم وراهم، ولكن ما عندهم ما يديروا مع هاد اللاعبين هادو. فملي كتشوفهم كيفاش انهم ما بين 3 مقابلات مع هاد رمزي ومقابلة اليوم كيفاش انهم كيوصلوا للبوطو، كيفاش انهم شفنا عطية الله اليوم. الا كنا كنلوموا عطية الله على المقابلات السابقة، فعطية الله قدم ماتش كبير اليوم. واش نهنئوه على هذه المقابله او اننا نطرحوا تساؤلات على الاداء ديالو اللي كان مع عديد رمزي في المقابلات الاخيره؟ فالخساره كيتحملوها اللاعبون وما كيتحملهاش فوزي البنزرتي اليوم. وهناك الطرف الثاني اللي كيشوف بانه نعم البنزرتي ايضا كيتحمل الخساره ديال اليوم. الا شفنا الوداد الرياضي مضيع فرص، الا شفنا الوداد الرياضي كان خطير، الا شفنا الوداد الرياضي مستحوذ على سيمبا في الارض ديالو. فالوداد الرياضي نعم كان زوين واقنع الجماهير الوداديه، وكون كان شي نتيجه من غير انتصار، كون كان شي نتيجه من غير الهزيمه، وكون ما كانش داك الخطأين اللي جاو في الدقيقه 36 الدقيقه 38، او كنت تسجل احد الاهداف ديال الوداد الرياضي من بعد الهدفين اللي تلقاتهم شبكه الوداد، او تقدم الوداد الرياضي بنتيجه، فالكل كان غادي يشيد باداء فوزي البنزرتي. ولكن بالنسبه لي انايا كما قلت بان الوداد الرياضي ما عمرني او جامي شفت الوداد الرياضي رابح ماتشات او رابح القاب بهذا اللعب ديال فوزي البنزرتي. يعني اننا نجيو ونضغطوا على الفرق ونخلقوا فرص بزاف وما نسجلوهمش ونقدروا نخرجوا مقابلات 3-0 و4-0، نفس التجربه هذه اللي كانت اليوم. ولكن العكس، ماشي العكس ديالها، ولكن نفس هذه المقابله كانت بمثال سنة 2021 ضاع فيها لقب دوري أبطال أفريقيا، غير أن ضيع لقب دوري أبطال أفريقيا السنة الماضية كان طيلة الموسم صناعة النصف،
ولكن اليوم كانت نفس التجربة في المقابلة. كيفاش بغيت نشرح لك هذا المثال، هو أن سنة 2021 الوداد كان قوي مع الكعبي، مع مسوفة، مع الكرتي، مع الحسوني، مع البنزرتي. في 2021 كان كينتصر ب3 ب4 ب5، ولكن ملي جاو مع كايزر تشيفز في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وما قدروا يسجلوا حتى شي هدف، لا في الذهاب ولا حتى في الاياب. اليوم كذلك هو مثال امام سيمبا الوداد اليوم خلقوا بزاف ديال الفرص، كان خاصهم يسالوا المقابله منتصرين ب3 ولا 4 اهداف. نادي الوداد الرياضي ضاعوا الفرص وتسجلات تسجل سيمبا هدفين في شبكة نادي الوداد الذي بيستلم المقابلة ب2-0. إذا نعم، الوصول إلى المرمى، شفنا وداد خطير، شفنا وداد اللي كما أنه كيلعب في مدينة الدار البيضاء اليوم بالفرص اللي تخلقوا ما كانوش كيتخلقوا سابقا حتى في ملعب مراكش مع عادل رمزي. ولكن ماشي هذا هو الوداد اللي كيربح المقابلة ديالو على افريقيا. الوداد اللي كتعرف الجماهير الوداديه هو ان الوداد ما كيلعبش، ولكن اللعب اللي دارت سيمبا، كيفاش انتصرت سيمبا اليوم، هو كيفاش كان خاص الوداد الرياضي تلعب المقابله. اذا فهي معادله اللي ممكن انها خسرها البنزرتي مع بن شيخه، فكانت نتيجة تكون مغيرة لو أن شفنا الوداد الرياضي تراجع للوراء. نعم كان قادر أنه يمشي ويخلق فرص، ولكن كان خاصو يتريث لأنه لاعب مع سيمبا التنزاني حتى هو بخبرة ديالو. فذاك الوصول إلى المرمى كنا نتمناو أننا نشوفوه في الثلث ساعة الأخيرة. تعادل كان غادي يكون نتيجة إيجابية بالنسبة للبنزرتي في أول مقابلة له مع سيمبا التنزاني. البنزرتي غامر، لعب الكل. نعم بعض الجماهير الودادية كل ما شافش الوداد بنفس صراحة هي معادلة داخلة في معادلة، والمسألة صعيبة. الجماهير الودادية كل ما شافتش هذه اللعبة هذا وكون كان انتصار ب1-0 غتقول بأنه فقط بركلة حرة. حتى الجماهير الودادية كتحمل المسؤولية اللي واصلة، المسؤولية ديالها في الوصول ديال نادي الوداد الرياضي لهذه المرحلة. حتى جماهير الوداد كتحمل في جزء منهم ماشي الكل، ولكن في 80% في 70% من الجماهير الودادية كيتحمل المسؤولية ديال الحاجة اللي وصل لها الوداد الرياضي والإقصاء ديال الوداد الرياضي من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. إذا البنزرتي مسؤول عن خسارة اليوم، فأنا مع الطرف الأول كتشوف بأن اللاعبين هم المسؤولون عن خسارة نادي الوداد الرياضي. خسارة نادي الوداد الرياضي كانت بسبب هدفين تلقاتو بشبكات النادي الأحمر. إذا الموضوع كتلقى شبكات ديالو هدفين. إذا الموضوع جالس غنتحدثوا على المتسببين في الهدفين اللي تلقاتهم شبكات نادي الوداد الرياضي. فهدفين اللي دخلوا شبكات ديال نادي الوداد، فإذا تلقات شبكات ماشي ديال الوداد، ريال، بارسا، ليفربول، فكيجيو كلهم الحارس، لان الحارس خاصها تكون عنده واحد رده ديال الفعل. ماتش اللي موصلوش كواري بزاف، تصدى الكره الاولى اللي جات بسيده بعد اكثر من 20 متر على المرمى ديالو، ولكن الكره الثانيه والثالثه دخلوا الشبكات ديالو. الخروج ديالو كان متاخر. نعم التسديده ديال الضربه الاولى جات من عند السرغات، كيفاش انه لاعب ارتكاز ديال نادي الوداد الرياضي، غياب ديال جبران ايضا كان متسبب في الهدف الاول، لان المعوض ديالو هو اللي عطى تمريره وقاده اللاعب اللي سدد تسديده على الموطي. ايضا السرغات متسبب في ذلك الهدف الاول. كيفاش انه كره بقات كدور في واحد المساحه ديال 4 متروات ما بين كوكبه من اللاعبين، مصطلح ديال الشراط، معلق ديال الاولى المغربيه. اذا الهدف الاول ايضا كيتحمله سرغات بجزء، وبالنسبه تقدر تفوت 50%. كيفاش انه لاعب ارتكاز، فماشي هي ديك الطريقه اللي غادي تبعد بها الكره. فسرغات كيتحمل المسؤوليه ديالو في الهدف الاول. هدف ثاني كيفاش ان المطيع واش تاخر في الخروج، ولكن كيبقى حتى هو متسبب في ذلك الهدف الثاني. لقاتو شبكات نادي الوداد. اذا المطيع خط الدفاع بالكامل، خط وسط الميدان، حيمود كيتفرج في الهدف الثاني، كيفاش انه ما مقدمش ماتش كبير، وكيفاش انه كان خاصو يكون باش يكون واصل
مع ذلك اللاعب اللي مشى وسجل الهدف فاش داتو الكاميرا كيتفرج فيه حتى تماركات عاد باش شد راسو، فاش ديتي راسك على ديك الكرة والجماهير اللي شادة راسها على الأداء ديال عبد الله حيمود. إلا كنرجعو ليه في موضوع خامس قبل ما نمشيو لموضوع رابع على سامبو جونيور اللي ضيع أكثر من فرصة بالنسبة لنادي الوداد الرياضي. إذا سوف نستكمل في تحليلنا لما بعد مقابلة الوداد الرياضي، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود لسامبو والحيمود. إذا أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بكم في استكمال الحلقة اللي غنستكملوها مع المقابلة ومع الخسارة ديال نادي الوداد الرياضي. إذا في الموضوع الرابع غنتحدثوا على سامبو جونيور اللي ضيع أكثر من 3 فرص كانوا سانحة النادي الوداد الرياضي. ضيع ألقاب في الموسم الماضي وضيع أيضا 3 نقاط اليوم أو نقطة بالنسبة لنادي الوداد اللي كانت غتمشي بهم دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. إذا غنتحدثوا على سامبو جونيور بهذه المقابلة أيضا في السنة الماضية، وأيضا واش غادي يستكمل المشوار إلى ما بعد الميركاتو الشتوي القادم. التساؤل اللي غنطرحوه: إنهاء عقد سامبو جونيور في الميركاتو القادم هو الحل الأول بالنسبة للوداد الرياضي؟ هو الحل الأول؟ هو الحل الأمثل؟ هو ما سوف يريح الجماهير الودادية؟ صراحة التساؤلات اللي كنا بغينا نكونوا قاسيين أكثر مع سامبو جونيور كي غنكونوا ظريفين معاه. إنهاء عقد سامبو جونيور في الميركاتو القادم سيريح الجماهير الودادية؟ هذا ما سوف نناقشه معكم الآن. إذا لك شوف بأنه نعم، خاص الإدارة ديال نادي الوداد الرياضي أنها تبعد سامبو جونيور بأي وسيلة بأي طريقة، بالمال بالرغيب بالطليب، المهم أنهم يبعدوا سامبو جونيور عن نادي الوداد الرياضي. لاعب بدون إضافة. سامبو جونيور مع الوداد وكأن النادي الأحمر كيلعب المقابلات ديالو بناقص لاعب اللي مازال عند نفس الطريقة ديالو باش أنه يسددها من على بعد 30 متر الطريقة اللي بغى يسجل بها عصبات الجماهير الودادية في الموسم الماضي، وزاد ركبت فيهم السكر في مقابلة اليوم. صراحة إنهاء العقد ديالو كيبقى هو ما سوف يريح الجماهير الودادية. لاعب دخل على الجماهير الودادية صراحة كانت أمل كبيرة عند الجماهير الودادية باش أنها تشوف هاد سامبو جونيور لاعب كي جا هداف الدوري السنغالي، ولكن ما نجحش مع الوداد الرياضي. فالاستمرار مع نادي الوداد الرياضي غادي يخلي لاعب أجنبي إضافي بدون إضافة، فغادي يخلي لاعبين شباب. فإذا كنا غنشوفو سامبو جونيور مع نادي الوداد الرياضي فمن الأحسن أن نشوفو لاعب شاب من براعم أو من فتيان أو من شباب الوداد الرياضي، تعطاه الفرصة. واخد الفرصة ديال اللاعبين الشباب ديال نادي الوداد الرياضي، واخد الفرصة ديال لاعب أجنبي آخر يقدر يجي ويتألق مع نادي الوداد الرياضي. كان سبب في بواليا غادي ياخذ فلوس من عند الإدارة ديال نادي الوداد من دون أنه يلعب حتى شي مقابل، فقط أنه خدا سينياتور مع سعيد الناصر. نذكروا بأن الطاس أيضا كتحكم لصالح سفيان كركاش على الوداد الرياضي أن يسدد 260 مليون سنتيم للاعبه السابق سفيان كركاش. إذا سامبو الأولوية ديال الإدارة الآن هي الإنهاء ديال العقد ديالو حتى إلا ما جاش لاعب رأس حربة آخر في الميركاتو الشتوي القادم، فنبقاو بدون لاعب أجنبي أو لاعب أفريقي تقول الجماهير الودادية، ولا يبقى هذا اللاعب السنغالي سامبو جونيور مع نادي الوداد الرياضي. وهناك الطرف الثاني اللي ما كيشوفش بأن إنهاء عقد سامبو جونيور في الميركاتو الشتوي القادم غادي يريح الجماهير الودادية، وإنما كيشوفوا لأن اللي غيريح الجماهير الودادية ماشي أنها تستنى حتى الميركاتو الشتوي القادم. دابا شحال الساعة 12:07 من ليلة 3 صباح ل4، دابا يتمضى العقد يعطيوه فلوسو باي باي، ما يجيش من تنزانيا مع البعثة ديال نادي الوداد الرياضي من تما يمشي للسنغال ولا يمشي للسعودية ولا يمشي لأوروبا ولا يمشي فين ما بغا، المهم يبعد من الجماهير الودادية. صراحة اللاعب اللي
الفرص اللي ضيع اليوم والألقاب اللي ضيع الموسم الماضي. كان عند الجماهير الودادية أمل باش أنها تشوف ذاك الخيبة اللي كانت عنده الموسم الماضي مع انطلاقة ديال الموسم اللي كانت كبيرة، وأنه نهاها بفرص اللي ضيعوا على الألقاب على الوداد السنة الماضية. فكانوا كيشوفوا بأن العكس، بدا هذا الموسم انطلق انطلاقة مخيبة، وكانوا كيتسناو أنه ينهي نهاية جيدة. فالوداد ما غاديش يوصل حتى النهاية باش أنه سامبو يسجل. ما عند الإدارة ديال الوداد إلا أنها تنهي العقد ديالو، ماشي ينتظروا حتى 31 دجنبر أو 2 أو 3 يناير القادم، ولكن دابا ماشي دابا، ولكن خاصهم يكونوا نهاو العقد ديالو مع التضييع ديال الفرص، مع صافرة نهاية المقابلة أمام سيمبا التنزاني. نعم قاسين على لاعب أجنبي، لاعب اللي ماشي مغربي، ولكن كتبقى الأندية المغربية اللي مثلنا قاريا غادي نبغيو ليها الخير أكثر من لاعب أجنبي كيلعب في البطولة الاحترافية. كل الترحيب بسامبو جونيور كسائح، كسينيغالي في المغرب، يجي لديورنا، يجي معنا، ولكن مع الوداد، مع الأندية المغربية مثل هاد اللاعبين الأجانب يجيو يمثلوا الأندية المغربية، فلا مرحبا ولا سهلا ولا أهلا بهم في الأندية المغربية اللي كتمثلنا قاريا. إذا سوف نستمر مع الوداد من لاعبي الأجانب. هذه المرة غادي نتحدثوا على لاعب كي تعتبر من أبناء النادي، كي تعتبر من محبي نادي الوداد الرياضي، ولكن مع الأداء ديالو المتدهور. والحديث هنا عن عبد الله حيمود. عبد الله حيمود اللي ما كانش عنده الثقة ديال عادل رمزي. عبد الله حيمود كانت عنده الثقة ديال عادل رمزي في البداية ديال عادل رمزي في التجربة الأولى له مع في الدوري الأبطال العرب في البطولة العربية في السعودية. خذا الرسمية ديالو من بعد رحيل الجعدي الحسوني والدودي اللي خلوا مكانة كبيرة عند في خط وسط ميدان نادي الوداد الرياضي. ففي البطولة العربية حيمود مع رحيل هذا الثلاثي، حيمود مع نفسه ولا كيشوف بأنه ولا باترون في خط وسط الميدان. خذا المقابلات الرسمية ب3، وكنا قلناها صراحة، قلتها أنا شخصيا، ولكن ما بقاش عندي الدليل باش أنا غنجي نتحدث. عندي الدليل في الورق، في الأسئلة وفي التساؤلات اللي كنت نطرحهم، ولكن الدليل تمحى في القناة الثانية في اليوتيوب. فقلت بلي أنه في البطولة العربية، قلت بلي أن حيمود في أحد المقابلات في الجولة الثالثة أو الجولة الثانية من البطولة العربية، قلت بلي أن حيمود خدا 90 دقيقة، من بعدها خدا 70 دقيقة، من بعدها خدا فقط شوط وتغير في الشوط المقابل الأول. فبقيت غادي معاه بالتراتب حتى قلت بأنه غادي بعد رسمية، بعد رسمي مع الوداد الرياضي مع عادل رمزي في بداية هذا الموسم مع البنزرتي. كانت الانطلاقة ديالو في 2021، العودة ديال فوز البنزرتي، فمنطقيا وعادي أن نشوفوا حيمود واخد الخبرة أو واخد الفرصة من عند المدرب ديالو السابق فوزي البنزرتي، إلا أنه ما كانش عند قيمة القيمة اللي عطاها ليه فوزي البنزرتي، يعني الفرصة اللي عطاها ليه فوزي البنزرتي ما كانش عاد القيمة ديال أنه ياخد الرسمية ديالو من جديد في نادي الوداد الرياضي في خط وسط ميدان نادي الوداد الرياضي، في مقابلة هي الأسوأ له مع نادي الوداد الرياضي في 3 مواسم في هذا الموسم الرابع له مع نادي الوداد الرياضي. إذا حيمود الولد مع نادي الوداد الرياضي، التساؤل اللي غنطرحه عليه، هل هو اللاعب الأسوأ في الوداد الرياضي في مقابلة اليوم؟ إذا اللي كيشوف بأنه نعم كان هو اللاعب الأسوأ مع نادي الوداد الرياضي في مقابلة اليوم في خط وسط الميدان. فشفنا غياب ديال حيمود اللي كنا كنعرفوه، اللي كنا شفناه في السنة الأولى وأيضا في السنة الثانية، مع السنة الأولى مع بنزرتي والسنة الثانية مع الوليد الركراكي. فما شفناش، ما بقيناش شفنا حيمود اللي كانت كتسنى الجماهير الودادية، ذلك الطفل اللي كان كيحب الرويدات، كيحب الوانرز، كيتعتبر من المنخرطين في الوانرز، أبناء النادي. ولكن ابن النادي، نعم عندك الصفة ديال ابن النادي، ولكن ما غاديش تعتبر ابن النادي إلا إلا ضحيتي، إلا خليتي الرية ديالك. فشفناه في الشوط المقابل الأول ما عرفناش واش كيديرها بالعاني ولا هذاك الشيء، هذاك هو الجهد اللي عنده في الركابي ديالو. فشفناه في كرتين بالنسبه لي انايا، وانا كنشوفهم كنعض في سناني وكنتردد على عبد الله حيمود، كيفاش ان في كره وحده عملود مشى من اليمين، وفي كره ثانيه الحتيمي او سامبو جونيور مشاو في نفس اليمين، او سامبو جونيور مشى في الوسط، حيمود بقى فراغ، بقى غادي بوحدو بالكره
وفي الثلث الأخير وصل للثلث الأخير باش أنه يعطي التمريرة لعاملود اللي كان غادي يدير واحد الأكسيليراسيون من اليمين، فحيمود بقى غادي يتقل بالكتاف ديالو حتى جاو لاعبين ديال سيمبا التنزاني وخطفوا ليه الكرة. في كرات أخرى شفناهم خسرهم في خط وسط الميدان. نعم كيدير البال الأولى كيحيد عليه اللاعب الأول ديال سيمبا التنزاني، ولكن كيبقى محتفظ على الكرة وكيزيد يهدد الجماهير الودادية على لاعب عبد الله حيمود اللي كان كيتعتبر من أبناء النادي، ولكن الدقائق والأداء اللي كيقدمه في 90 دقيقات اللي تعطاوه، وأيضا في المقابلة اليوم اللي كانت هامة مقابلة الموسم الأفريقي بالنسبة لنادي الوداد الرياضي كان غائبا. كان أسوأ لاعب في الوداد اليوم. هناك الطرف الثاني اللي كيشوف بأنه نعم أسوأ لاعب، ولكن هناك لاعبين آخرين كانوا سيئين. فبالنسبة هناك من يقول أن الحكيمي كان سيء، فما غاديش نلوم الحكيمي، ولكن ما غنلوموش أيضا إصابة. فالحكيمي منذ انطلاقات هذا الموسم ملي كيبدا يلقى ذاك الأداء ديالو، فما عمرني شفت الحكيمي مكمل 90 دقيقة في 38 في 45 كيغادر عنده إصابة عضلية اللي صعيبة، إصابة عضلية اللي خاصها الوقت، خاصها أكثر من 6 أشهر 7 أشهر ديال التحضير. كنشوفوه كيجاهد على نفسه، كنشوفوه باغي يلعب، باغي يقدم الإضافة. فهناك من يرى بأن الحكيمي كان من أسوأ اللاعبين، ولكن بالنسبة لي الحكيمي وصل للمرمى ديال الأكل هو الأول، خلق مساحات مع أيوب العملود في الجهة اليمنى. فالحكيمي قدم ماتش كبير، عاد يطلع حتى هو دار ماتش اللي زوين. سيف الدين بوهرة كان فلوب في مقابلة اليوم، كرات اللي كان من أجدر أنه يلقى حل آخر أو أنه يستمر في المحاولة ويبقى غادي مع الكرة، فكان كيبحث على ضربات أخطاء وعن ضربات جزاء نادي الوداد الرياضي. المطيع كان من أسوأ لاعبي الوداد الرياضي، سامبو هو أسوأهم في خط وسط الميدان. فضراوي مع الفرصة اللي ضيع ومع المكان اللي لعب فيه اليوم مغاير عن الأداء مع المركز اللي كان كيلعب فيه مع عادل رمزي في المقابلة السابقة. إذا كلهم لاعبون كانوا سيئين، مبغيناش نتحدثوا على كل اللاعبين لأن الكل كان سيء مع خسارة نادي الوداد الرياضي. نعم قدموا ماتش شوط أول كبير ووصلوا لمرمى ديال سيمبا التنزاني، ولكن الخسارة غتخلي الجماهير الودادية تشوف لأنهم كانوا سيئين. ولكن بالنسبة لي أنايا سامبو حيمود كانوا هم الأسوأ في مقابلة اليوم. مقابلة اليوم ما سوف تبعد نادي الوداد الرياضي عن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بواحد النسبة اللي غتوصل حتى ل 90%. إذا الوداد إلى الربع، هل أنتم ما زلتم تتمنون الوداد الرياضي في ربع نهائي؟ نذكر بأن المقابلة ديال من نفس المجموعة لاسيكا ميموزا كينتصر على جوانين كالاكسي ب 3-0. لاسيكا ميموزا مع الانتصار مشاو لدور ربع النهائي، مازال لهم جوج جولات. تعادل مع سيمبا غادي يخليهم يمشيو لربع نهائي دوري افريقيا في الصدارة. سيمبا محتاج 4 نقاط من أصل 6. تعادل مع لاسيكا بيتجو سيمبا من مستقبل المقابلة، وأيضا انتصار في الجولة الأخيرة أمام جوانين كالاكسي في تنزانيا غادي يمشيو بسيمبا إلى دور ربع النهائي. نعم الأحلام كاينة، نعم الحسابات ما زالت كاينة، ولكن واش مازال مطلعين، واش مازال متأملين، واش مازال كتسناو، واش مازال كتمناو أنكم تشوفوا الوداد الرياضي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ إذا اللي ما كيتمناش أنه يشوف نادي الوداد الرياضي مازال في دور ربع نهائي فكيشوف لأن مع هاد اللاعبين هادو حتى إلا مرة لدور ربع نهائي فغادي تكون خسارة كبيرة في دور ربع نهائي. غتلاقي يا اما الاهلي يا اما مامل سان داونز يا اما الترجي التونسي. فمن الاحسن ان الوداد الرياضي اللي غادي يناقشها بموضوعيه غيشوف لان موسم الوداد الرياضي ضاع حتى الى مروا ما غاديش يحققوا لقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. غادي يدوي بعقلانيه، غادي يبغي يبرد من نفسه، غادي يبغي يبرد على راسه ويقول لان لقب دوري ابطال افريقيا غيضيع
إلا مر الوداد الرياضي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا غيطير من دور الربع. إلا ما طارش دور الربع غادي يمشي يطير في دور نصف النهائي، ولا ما طارش في النصف غادي يضيع عليه اللقب في النهائي. الوصول إلى النهائي غادي يخلي الوداد الرياضي أنه مشتت البال على البطولة الاحترافية. البطولة الاحترافية اللي في صراع كبير مع الرجاء ومع بركان ومع الجيش الملكي. إذا مع هاد اللاعبين الوداد الرياضي حتى إلى مر الربع النهائي ما غاديش يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا. إلا وصل الأدوار المتقدمة غادي يخلي الصراع على البطولة، وغادي يخلي اللاعبين ديال الوداد الرياضي مرهقين بدنيا. فكيشوف بلي أنه ما كيتمناش أنه الوداد الرياضي في دور ربع النهائي إقصاء يستعدوا مع فوز البنزرتي البطولة، لاستكمال هذه البطولة والبوديوم مع الفرق اللي منافسة الوداد على لقب البطولة هذا الموسم. الفوز بالبطولة، المنافسة على دوري أبطال أفريقيا السنة الماضية، والاستعداد أحسن استعداد لكأس العالم للأندية اللي غادي يكون صيف 2025. إذا اللي ما كيتمناش أنه يشوف الوداد في دور ربع النهائي فكنشوف أنه حتى إلى مرة ما غاديش يحققوا لقب دوري أبطال أفريقيا. إلى مرة غادي يزيدوا يشغلوا بالهم وغادي يضيعوا الوقت على البطولة اللي كتبقى أهم بالنسبة لنادي الوداد الرياضي، لأن التتويج غائب. وإذا غاب التتويج وغابت البطولة وغاب البوديوم فما غادي نشوفوا الوداد الرياضي متوج هذا الموسم، وما غادي نشوفوا الموسم القادم في المسابقات القارية وأهمها دوري أبطال إفريقيا. إذا هناك طرف ثاني اللي مازال كيتمنى أنه يشوف الوداد الرياضي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. فمن غير معقول أن نشوف الوداد الرياضي في أسهل مجموعة من 4 مجموعات بالكامل، فكتبقى مجموعة الوداد الرياضي مع سيمبا مع لاصيك مع جوانين كالاكسي. الوداد الرياضي أنه يخرج من دور ربع النهائي مع هذه المجموعة هي الأسوأ هذا، وهي أسهل هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا، ويخرج الوداد الرياضي من الجولة الرابعة بنسبة كبيرة، وأنه يخرج من الجولة الخامسة. فمن غير معقول 8 سنوات ما بناه النادي الأحمر في 8 سنوات غادي يتهدم خلال هذا الموسم، خلال هذه النسخة. الجماهير الذي ما زالت مطلعة، ما زالت عندها الأمل. نعم الحسابات صعيبة، نعم سيمبا غادي يستقبلوا لاسيكا بيتجو في شهر جوج، ولكن كيبقى الجماهير الذي ما كتشوفش الفريق ديالها غير متواجد في دور ربع نهائي دوري أفريقيا، وهما اللي تواجدوا فيه 9 نسخ متتالية. الأرقام تحطمت، والجماهير الذي كانت مازال باغا تشوف الوداد كيحطم الأرقام القياسية ويزيد يصعبها على المنافسين ديالو الأفارقة. إذا هل زلتم تتمنوا الوداد الرياضي في الربع؟ فأنا مع الطرف الأول كيشوف لأن أحسن حل بالنسبة للوداد الرياضي في استكمال هذا الموسم والمغادرة من دور مجموعات، المنافسة على لقب البطولة على البوديوم، ويمشيو الموسم القادم مع مشاركة أخرى في دوري أبطال أفريقيا. وإلا أنه سوف يضيع لقب دوري أبطال أفريقيا في الربع في النصف أو النهائي إلى مرة من دور المجموعات، أنهم غادي يضيعوا لقب دوري أبطال أفريقيا حتى لو وصلوا النهائي. غيضيعوا البوديوم وغيضيعوا المشاركة الموسم القادم في دوري أبطال أفريقيا. إذا سوف نستكمل معكم حلقة الليلة، غنبقاو مع دوري أبطال أفريقيا ومع باقي النتائج والترتيب من بعد نهاية الجولة الرابعة ديال دوري أبطال أفريقيا. الجولة الرابعة انتهت بنسبة 3 مجموعات، فيما الجولة الرابعة غتستكمل مع المجموعة الأولى يوم الغد بالنسبة للمقابلة ديال ميدياما مع أو يانغ أفريكانز مع ميدياما الغاني، مقابلة اللي غتلعب حتى اليوم الأربعاء، لأن الملعب اللي غادي يستقبل المقابلة استقبل مقابلتين اليوم، مقابلة الوداد وسيمبا، وأيضا مقابلة المجموعة الثانية ما بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مقابل رسالة 1-1 ما بين الهلال السوداني وما بين النجم الساحلي التونسي. في نفس المجموعة بيترو أتلتيكو استقبلوا الترجي التونسي، مقابلة أيضا سالت بالتعادل 0-0. إذا من بعد الجولة الرابعة المجموعة الأقوى هذا الموسم كيتصدرها بيترو أتلتيكو الأنغولي ب8 نقاط، الترجي التونسي ب5 نقاط في المركز الثاني، وفي المركز الثالث ورابع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني ب4 نقاط لكليهما. إذا المجموعة زادت صعابة، بيترو والترجي هم الأقرب من هذه المجموعة من بعد 4 جولات. مجموعة أيضا صعبة أخرى كتجمع فريقان عربيان، بيراميدز مثل ونواضب الموريتاني مع سان داونز جنوب أفريقيا ومع مازيمبي الكونغولي. سان داونز اليوم كيرجعوا بانتصار من مصر أمام بيراميدز ب1-0. في نفس المجموعة مازيمبي كينتصر على نواضب الموريتاني ب2-0. إذا في ترتيب المجموعة سان داونز ومازيمبي في الصدارة ب7 نقاط،
لكليهما. وفي مركز ثالث ورابع بيراميدز ونواديبو بأربعة نقاط لكليهما. إذا جولة رابعة قربت سواء سان داونز ومازيمبي من المرور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. فيما المجموعة الأخرى اللي غادي تلعب يوم غد الأهلي بخمسة نقاط في الصدارة، وميدياما بأربعة نقاط مع بلوزداد في مركز ثاني وثالث. ومركز أخير يونغ أفريكانز بجوج نقاط. يونغ أفريكانز غادي يستقبلوا ميدياما الغاني يوم غد على الساعة الثانية زوالا. يانغ أفريكانز انتصار ولا شيء سوى انتصار. ميدياما تعادل يوم غد غادي يخليه في حسابات التأهل قبل ما تلعب مقابلة قمة هذه الجولة ما بين بلوزداد والأهلي المصري. غالبا غتلعب بحر الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا غنستكملوا مع المسابقات القارية ومع كأس الكونفدرالية الإفريقية مع المقابلة المنتظرة بالنسبة لنهضة بركان أمام دياب النوار الكونغولي. دياب النوار اللي خسر 3 جولات أولى غادي يلاقي نهضة بركان اللي ربح 3 جولات الأولى من مجموعة كأس الكونفدرالية الإفريقية. إذا بركان اللي ضامن التأهل، بركان اللي البال ديالو من بعد 3 انتصارات في الكونفدرالية البال ديالو الكامل مع البطولة الاحترافية من بعد التعادل مع المغرب التطواني في انتظار مقابلة مؤجلة قادمها مقابلة القمة ما بين بركان والرجاء يوم الأحد القادم. إذا البال يوم الأحد مع الرجاء، ولكن الذهن غادي يكون في مقابلة يوم الغد مع أو الجسد غادي يكون في مقابلة يوم الغد مع دياب النوار الكونغو. التساؤل غنطرحوه على نهضة بركان في مقابلة يوم الغد: هل نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار في مقابلة يوم الغد؟ إذا اللي كيشوف بأنه نعم نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار في مقابلة يوم الغد، فنهضة بركان انتصارات كانت الأولى نعم كانوا انتصارات، ولكن كانوا بواحد الصعوبة. انتصارات نعم بجوج بثلاثة بواحد الصفر، ولكن انتصارات اللي كانوش مقنعين. نهضة بركان في الكونفدرالية كيف ما قال حمزة حمياني من بعد نهاية المقابلة قبل من المقابلة في الندوة الصحفية، قال: هذه النسخة من الكونفدرالية قوية، شخصيا أرشح فريقنا للتتويج وفقد الزمالك المصري الأفريقي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري. مباراة الشياطين السود مهمة، الفوز مفتاح تأهلنا إلى الدور المقبل، وتبقى امتحانا قويا بالنظر للمنافس الصعب. إذا تصريح ديال حمياني كيأكد بأنه نعم بركان أمام ضرورة الانتصار مع فريق اللي خسر 3 مقابلات، خسر أيضا مقابلة داخل الميدان في 3 مقابلات الأولى. مقابلة ديال اليوم الغد إذا قلنا بأن هذا بركان ضامن المكان ديالو في ربع نهائي دوري ربع نهائي كأس الكونفدرالية واحد النسبة اللي فاقت 70% أو 75%، فانتصار اليوم الغد غادي يمشي بهم بصفة رسمية أو بنسبة 65% كمتصدرين للمجموعة. صدارة مهمة بالنسبة لنهضة بركان. مقابلة انتصار يوم الغد غادي يخلي اللاعبين خاصة من بعد التعادل مع المغرب التطواني في نهضة بركان امام المغرب التطواني في البطوله الاحترافيه. ايضا مقابله كتجي قبل من مقابله ديال الرجاء الرياضي، مقابله اللي نشوفوا فيها الكارما داخل بالتشكيل الرسمي، نشوفوا الجايزي ديال اللاعبين ديال نهضه بركان. المقابله يوم الاحد بالنسبه للرجاء اللي حتى هو في الاوج ديال العطاء ديالو. اذا مقابله يوم الغد غادي يلعبوها اللاعبين ديال نهضه بركان في البال ديالهم يوم الاحد احسن تحضير بالنسبه للاعبين ديال نهضه بركان. مقابله يوم الاحد هو مقابله يوم الغد باش انهم يجيبوا واحد الانتصار اللي يعطيهم ذاك النسق ديال العوده للانتصارات. اذا المقابله اللي غادي تمشي بهم بصفه رسميه لدور ربع نهائي كاس الكونفدراليه، مقابله غتستعنى من الجولتين القادمتين يقدروا يلعبوهم فقط بلاعبين اللي احتياطيين. اذا انتصار ضروري بالنسبه لنهضه بركان من بعد التعادل امام المغرب التطواني قبل من القمه امام الرجاء الرياضي. فمقابله يوم غد غادي تكون احسن تحضير بالنسبه للفريق نهضه بركان لقمة يوم الأحد أمام الرجاء الرياضي. وهناك الطرف الثاني اللي ما كنتوش بأن نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار غدا في مقابلة يوم غد، يعني أنه ماشي أمام ضرورة الانتصار، يعني أنه خاصو يريح لاعبين رسميين استعدادا لمقابلة يوم الأحد. ما بين هذه المقابلة وما بين مقابلة يوم الأحد فلا نقاش ولا جدال بأنها أهم المقابلة. المقابلة المهمة هي مقابلة الرجاء الرياضي يوم الأحد القادم. إذا ليسوا أمام ضرورة انتصار نهضة البركانية، ولكن أمام ضرورة إراحة اللاعبين. اليوم الأحد أمام الرجاء الرياضي 3 انتصارات أولى سهلات المأمورية، حتى أنه ليسوا أمام ضرورة الانتصار. الفريق اللي ما بقاش داخل في الحسابات ديال التأهل قدروا فقط الاحتياطيين. ونشوفوا نهضة بركان اللي داير واحد الماتش اللي كبير في مقابلة يوم الغد. إذا
نهضة بركان أمام ضرورة الانتصار، فأنا مع الطرف الأول اللي كيشوف بأنه بركان نعم أمام ضرورة الانتصار، خاصة بعد التعادل اللي كان صعيب على نهضة بركان في البطولة مع المغرب التطواني الأسبوع الماضي، وأيضا قبل من مقابلة الرجاء الرياضي اللي كيشوفوها الجماهير البركانية وخاصة اللاعبين بأنهم يلقاو النسق ديالهم يجهزوا ريوسهم بمقابلة يوم الغد، بخصوص مقابلة يوم الأحد القادم قمة الجولة 12 نهضة بركان ورجاء رياضي. غادي نلقاوكم فيها قبل وبعد المقابلة يوم السبت، وأيضا بعد هذه المقابلة يوم الأحد إن شاء الله. إذا من ما هو قاري غنمشيو لما هو دولي مع كأس العالم للأندية. مانشستر سيتي كيحجز البطاقة الثانية إلى نهائي الموندياليتو. مانشستر سيتي لقاو أوراوا ريدموندز اللي انتصروا في ربع النهائي على ليون المكسيكي. إذا المقابلة المرشح فيها كان هو المان سيتي، والمرشح هو من انتصر ريفر بيب غوارديولا واللاعبين ديالو ماشي بسهولة، ولكن ب3-0 كتبين بأن اللاعبين ديال مانشستر سيتي ماشي احترموا الفريق ديالهم، ولكن لعبوا الماتش ديالهم ماشي احسن ما يكون، ولكن لعبوا الماتش اللي خاصو تلعب. اذا ما شفناش واحد مان سيتي اللي داخل ودابح المقابله حتى قبل ما ياخذها، ولكن شفنا مانشستر سيتي اللي محترم كثير وراوا ريدموندز اليوم. اذا مانشستر سيتي كان مرشحا. مانشستر سيتي هو قوي، ولكن زاد قوى مع مثل هذه الفرق صراحة اللي كيعجبك واللي كتبغي أن الفرق المغربية صراحة مثل هذه المقابلات فهي مثال بالنسبة للأندية، مثال بالنسبة للاعبين. فملي كتشوف الفارق ما بين أحسن فريق في العالم اللي هو المان سيتي مع أحسن مدرب في العالم اللي هو بيب غوارديولا، فكتشوف بأن فقط بالاحتياطيين فالمان سيتي قادر أنه يربح. ولكن شفنا بيب غوارديولا اللي متاكد من انه الخطاب ديالو اللاعبين لا قبل المقابله بدقائق ولا قبل المقابله في الحصه التدريبيه اللي سبقاتها، فغادي يدوي بواحد الصرامه، غادي يبغي انه يشوف اللاعبين ديالو لاعبين المقابله كانهم لاعبين في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. هادشي اللي شفناه من مان سيتي اليوم. نعم مان سيتي كيدخل بنفس النهج نفس الطريقه نفس النهج الهجومي، فهادشي اللي شفناه منهم اليوم. اذا فكيبين لك بلي ان القيمه ديال الفرق الاحترافيه ديال الفرق نعم اوراوا ريدموندز ما غاديش يوازي القيمه ديال مانشستر سيتي، ولكن شفنا مانشستر سيتي اللي محترم اوراوا ريدموندز. الاحترام ديالو هو اللي خلى انه ينتصر عليه ب3-0. اذا مانشستر سيتي الانتصار ديالو غادي يمشي ويلاقي فلومينينزي البرازيلي يوم الجمعه في نهائي كأس العالم للأندية 2023. أوراوا ريدموندز غادي يلعب من أجل المركز الثالث أمام الأهلي المصري في نفس اليوم يوم الجمعة على الساعة 3:30 عصرا. إذا بخصوص كأس العالم للأندية نفتحوا واحد النقاش في دقيقة ولا دقيقتين بخصوص كأس العالم للأندية اللي غادي يكون في نظام جديد ب 32 فريق ابتداء من سنة 2025. الوداد الرياضي والأهلي المصري ممثلين القارة الأفريقية. بطل دوري أبطال أفريقيا لهذه السنة غادي يمشي كممثل ثالث، والفريق اللي غادي يكون أحسن تصنيفا من بعد الوداد ومن بعد الأهلي ومن بعد البطل ديال هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا غادي يمشي كممثل رابع للقارة الأفريقية. نتمنى أن هذا بركان يحقق لقب الكونفدرالية، يحقق لقب السوبر الأفريقي، ويعلو الفاقي الفرق الأفريقية باش نشوفوا ممثلين للمغرب في كأس العالم للأندية. أوروبا غتكون هي الأكثر تمثيلا ما بين القارات الخمس. المسابقة اللي غتقام في أمريكا مسابقة موندياليتو اللي غادي يسبق كأس العالم لسنة 2026. إذا سنة 2026 في الصيف غادي يكون كأس العالم الرجال 2025 في أول مسابقة الموندياليتو بهاد 32 فريق. غادي نشوفوا فيها كما شفنا كأس العرب سنة 2021، هاد المرة غنشوفوا موندياليتو للأندية، نشوفوا الملاعب ديال أمريكا هكذا شافتها الفيفا، نشوفوا الجايزية ديال الدولة الأمريكية لاحتضان كأس العالم سنة 2026. أحسن مثال وأحسن مسابقة نشوفوا فيها الجائزة ديال أمريكا هو كأس العالم للأندية سنة 2025. إذا ننهي معكم حلقة ليلة أيضا مع آخر المنتديات الرياضية ومع تعادل أتلتيكو مدريد مع ختافي ب3-0، مقابل اللي سجل فيها الفرنسي غريزمان
ثنائية. أتلتيكو مدريد حتى قبل من 10 دقائق أخيرة كان متقدم 3-1. ختافي كيرجع وكيعادل النتيجة ب3-3 أمام أتلتيكو مدريد. في باقي المسجدات الرياضية، هيرفي لاعب خط وسط ميدان فتح الرباطي سابقا يمضي عقود انتقاله لنادي الرجاء الرياضي بصفقة انتقال حر من نادي الفتح الرباطي. النيابة العامة في فرنسا تطالب بسجن عطال ل10 أشهر بعد دعمه للقضية الفلسطينية المنصورة بإذن الله. حسنية أكادير ومحسن متولي يفسخان العقد الذي يجمعهما بالتراضي. الطاس تلزم الوداد الرياضي بأداء أكثر من 260 مليون سنتيم لصالح لاعبه السابق سفيان كركاش. الإنجليزي لاعب أرسنال بوكايو ساكا يتبرع ب50 حاوية لصالح متضرري زلزال الحوس. توخيل في التصريح عليه تعليق على الإصابة ديال المزراوي وحول المشاركة من عدمها في الكان القادم على المنتخب المغربي صراحة، قائلا سننتظر لنرى إمكانية مشاركة مزراوي في كأس أفريقيا بعد تعرضه للإصابة. وباقي النتائج في وباقي النتائج في الدوريات العالمية لنهار اليوم مع تعادل أتلتيكو مدريد مع ختافي ب3-3 في الدوري الإسباني. أيضا أصدقاء النصيري كيرجعوا بالانتصار من أرض غرناطة ب3-1 في الدوري الألماني. دورتموند 1-1 مع ماينز. لايبسيج أيضا كيرجعوا بالتعادل من أرض فيردر بريمن ب1-1. وهوفنهايم 3-3 مع دارمشتات. في كأس إيطاليا نابولي يودعون المسابقة من بعد الخسارة ديالهم ب4-0 مع فروزينوني. في الام بي اي 76 كينهزموا داخل الميدان ديالهم امام شيكاغو بولز 104 مقابل 108. انديانا بيسرز كينهزموا ايضا داخل الميدان ديالهم مع لوس انجلوس كليبرز 151 مقابل 127. كليفلاند كافاليرز كينتصروا على هوستن روكيتس 135 مقابل 130. لوس انجلوس ليكرز كينهزموا داخل الميدان ديالهم امام نيويورك نيكس 109 مقابل 114. ودينفر نيكس كينتصروا على دالاس مافريكس 130 مقابل 104. إذا مع الام بي اي ومع انتصار البطل دينفر نيكس على دالاس مافريكس نصل إلى نهاية حلقة الليلة. ألتقي يوم غد إن شاء الله بنفس الحب والرغبة والمودة. نودعكم وفيه ما نلقاكم إلى يوم غد. الله راسكم What is looking for? Want more and more. People just want more and more freedom and love. What is looking for? Freed from desire, mind and senses.